اهلا وسهلا، حياتي لسيادتك وكل الساده المشاهدين. احب اطمن سيادتك على ان الامور الحياتيه في الفيوم والحمد لله يعني هناك حاله استقرار، طبعا اخذا في الاعتبار الوضع العام موجود في جمهوريه مصر العربيه الان. طبعا الاجزاء اللي هي خاصه بالبنزين والبوتاجاز والخبز هي دي اهم الحاجات اللي احنا بنحرص على توافرها الان. بالامس كانت الاوضاع هادئه، كان في وقفه للتأييدية للاستقرار، والسيد الرئيس كان فيها حوالي 20,000 مواطن من جميع الطوائف في الفيوم. واحب انا بتصل بقى تحديدا عشان موضوع معين، نعم، وهو ان انا بناشد كل الصحف المصريه ويعني والمستقله تحديدا طبعا على موضوع المصداقيه في الاخبار، عشان يعني من المطلوب طبعا انه الصحف تقول الاخبار الحقيقيه بحجمها الطبيعي. النهارده في الشروق على نص صفحه كامله بيتكلموا عن مظاهرات صاخبه في الفيوم، وتحتيها صوره ضخمه جدا فيها يعني بيقولوا فيها مظاهره مليونيه. ما حدث في الفيوم لم يتجاوز 1000 واحد، وبالتالي الظهور الأخبار بهذا الشكل المضخم جدا يعني يثير الناس، ينقل أخبار غير حقيقية لجموع الشعب المصري اللي لم يتاح لهم فرصة أن يروا الحدث على حقيقته. فأنا بأهيب بكل المصريين وبكل المحررين في الصحف المصرية أنه الحفاظ على سلامة الوطن يأتي بالمصداقية. بنقول الناس تقول الأخبار تنقلها، لكن الأخبار الحقيقية بحجمها عشان لا نثير البلبلة بين الناس. وانا مره ثانيه بحب احيي التلفزيون المصري على وهل هذه الجموع وهل هذه المظاهره موجوده حتى الان سياده المحافظ؟ هي لم توجد اصلا، عشان تبقى يعني بالشكل اللي ظهرت بيه في الشروق اليوم. هذه المظاهره لم توجد اصلا عشان تبقى اصلا بالصوره اللي قالوها في الشروق ومنشوره على نص صفحه النهارده، مكتوب تحتيها مظاهره مليونيه تحت عنوان كبير خاص بالفيوم، وهذا لم يحدث اصلا. نعم. عشان كده انا بقول انه يعني كل الساده الصحفيين هم في الاصل يعني مصريين يهمهم استقرار الوطن، وانا ما بقولش ان اي حد يعني يخبي على حاجه بتحصل، لكن عندما يحصل تحري الدقه، نناشدهم تحري الدقه. بالظبط كده، ده اللي انا عاوز اقوله. وعاوز اقول حتى الخبر اللي قالوه ده كان مرتبط باحداث تمت من 4 ايام باحجام لا تصل الى 1000 شخص، وتظهر النهارده انطباع ان هذا حدث بالامس، وهو ما لم يحدث. اللي حدث بالامس بالفعل ان كانت هناك وقفه سلميه جميله من كل ابناء محافظه الفيوم بهدوء شديد جدا تتحدث عن دعمها للسيد الرئيس بعد الخطاب الراقي اللي قالوا في مساء اول امس، واللي استجاب فيه لكل المطالب اللي كانت بتثار في الشارع المصري. دكتور جلال سعيد، اليوم ماذا عن الفيوم اليوم؟ الحالة الأمنية، السلع الأساسية، المواد البترولية. أنا بدأت إن أنا طمنت الناس على هذا الموضوع. أنا بس مش عاوز حد لو قلت لك حاجة دلوقتي جايز حد يقول إن ده في نوع من أنواع المبالغة. اللي أنا عاوز أقول لسيادتك عليه إن كميات البوتاجاز والبنزين التي وصلت الفيوم الأمس واليوم عبارة عن مرة وربع المعدلات اليومية التي كانت تصل. فأنا بطمن كل أبناء محافظة الفيوم، وأنا أعتقد أن ده ليس غريبا متكرر في محافظات أخرى. كانت هناك في بعض المرات يعني نتيجة حادث تجوال صعوبات للعربيات في التحرك، لكن عندما تم الاتفاق مع القوات المسلحة بالنسبة لعربيات نقل المواد البترولية أصبحت الأمور الآن مستقرة تماما، لأنه الاستراتيجي الموجود في الدولة كافي، ولكن كانت العملية في تأخر عمليات النقل، وهو ما تم